حياكم الله وبياكم. السلام عليكم. كلمتين نقلهم عن واحد مخنوق من حال أغلب الناس اليومين دول، لكن عجبوني بصراحة. فاسمع بيقول لك إيه. الواحد منهم بيدخل كلية الهندسة حتى ولو بالفلوس، بيغير حياته 180 درجة ويحط له حروف الإي إن جي جنب اسم الأكاونت، وأبوه بيجيب ميكروفون ويقول المهندس راح، المهندس جه. وما ينفعش تنده باسمه كده عادي، لا، أو تقول له يا أستاذ، لا 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 لا، ده لازم تقول له يا باشمهندس. بتدخل كلية الطب بتخسر كل أصحابك اللي دخلوا كليات متوسطة حتى لو تعرفهم من ابتدائي، وبتبدأ تتعرف على ناس يكونوا من نفس مستواك. بمجرد دخوله الكلية الحربية أو كلية الشرطة مناخيره بتترفع لفوق تلقائيا، ومش هو لوحده، ده عيلته كلها بتغير أساميها، وأي حد ليه علاقة بيه بيغير اسمه. صاحب الضابط، ابن عم الضابط، حبيبة الضابط، أخت الضابط، حظابط. طالب تجارة إنجليش أنت ممكن تقول له أنت عندك عقم ما بتخلفش، وممكن يتقبل الموضوع عادي، ولا إنك تقارنه بطالب تجارة عربي نهائيا هتلاقي قنبلة شتايم خرجت في وشك. فليه تقارنه بواحد بيدفع 750 جنيه في السنة والباشا بيدفع 10,000 جنيه في السنة لمجرد إن اللي بيدرسوا بالإنجليش هناك بيدرسوا بالعربي؟ بس لا، أنت عايز تقارني بواحد الفرق بينه وبينه 40,000 جنيه اللي هم ما يجيبوش ثمن عربية 128. بلد 90% من أهلها ماشيين بمبدأ بنتنا ما تتجوزش إلا مهندس أو دكتور، المهندس للمهندسة والدكتور للدكتورة، بنتنا الدكتورة ما تاخدش أقل من مهندس أو دكتور أو ضابط شرطة. وفي عائلات ما بياخدوش غير ضابط جيش، والله زي ما بقول لك كده. وفي عائلات ما بتدخلش حد بينها إلا إذا كان مهندس عشان يبقى اسمهم عيلة المهندسين، ومحدش يضيع شرف العيلة في الأرض. فاللي معاه ايفون بيشوف نفسه على اللي معاه سامسونج، واللي بيجيب له بنطلون جامد بيفضل يتصور بيه 100 صورة، ولمدة شهر يفضل يتصل باصحابه، ايه يا زميلي مش انا جبت بنطلون من زارا؟ والله زي ما بقول لك كده، تعالى يلا نخربها في وسط البلد. بتجيب لها قلم روج من ماك ولا كوتش من نايك ويجي عليه شويه تراب كده ما تشوفهمش الا فتلاقيها كاتبه على الفيس يا ريت الناس اللي مركزه في حياتي تكون مبسوطه دلوقتي. اول ما بيخطب بيبدا يعتزل صحابه ويختفي عنهم، ولو قعد معاهم مره يحسسهم انه العاقل الوحيد والناضج الاوحد في القعده دي كلها. هي بقى اول ما بتتخطب بتفضل تتكلم بايديها كتير، وكل ما تكلم صحباتها تقول لهم خطيبي راح، خطيبي جه، وكانها مخطوبه ظافر عابدين واحنا ما نعرفش. فانتوا من اول ما بتصحوا لحد ما بتناموا بتفطروا وتتغدوا وتتعشوا عنصريه. انتوا اكتر ناس بيعشق الماديات وبيعشق انه يكون ليه نفوذ وسلطه. اللي معاه عربيه، كاميرا، ايفون، هو اكتر واحد هتلاقيه مسيستم حياته على عدد معين من الناس، اللي هو انا وصلت لطبقه الناس اللي معاها عربيات، يبقى اعرف ناس مش معاها عربيات ليه؟ ما ينفعش انزل اقل من كده. لو جات لك الفرصه اللي تشهر بيها عنصريتك بتشهرها على حساب غيرك من غير ما تاخد بالك. بلاش النقص اللي عندنا يغيرنا للأسوأ ويخلينا مكروهين في وسط الناس. بلاش تتكبر على حد لمجرد ان ربنا كرمك بحاجه مش مع غيرك، عشان ممكن في يوم زي ما ربنا اداها لك ياخدها منك ويخسفك لسابع ارض. صدقني حب الناس عمره ما كان بفلوس ولا بجاه ولا بعز، حب الناس برضا ربنا واخلاقك ودعوات امك وابوك، فغير كده كله تراب. ده الشبع في العين مش في البطن، والغنى في النفس مش في الجيب، والحلو في الروح مش في الشكل. دمتم في امان الله، صلوا على رسول الله. سلام عليكم.